مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم قررت اصبغ شعري، او بمعنى اصح اغمق لون شعري، لانه شعري اصلا لونه اسود لكن مع الوقت صار بيتفتح شوي شوي، فعشان هيك اليوم قررت انه ارجع اغمق لون شعري وارجعه زي ما كان بالاول، وحستعمل وصفة طبيعية 100%، يعني صبغة طبيعية 100% باللون الاسود. زي ما انتم عارفين انه انا ما بحب الصبغات الكيماوية لانه بتضر الشعر، ما بتخلي الشعر يطول او يقوى، فعشان هيك حشارك معكم وصفة منزلية طبيعية 100% بتصبغ الشعر، وكمان بتخلصنا نهائيا من الشيب والشيب المبكر. فيلا بينا نجهز الوصفة مع بعض. بالنسبة لمكونات الوصفة فهن متوفرين كلهم بجميع الدول العربية، ما عليكم إلا تحفظوا أسماء زي ما هن، وبعدين بتعطوهن للعطار هو راح يعرفهم كلهم. ما عليكم إلا تحفظوا الأسماء زي ما أنا راح أقولهم، زي ما انا راح اقولهم بالفيديو. لازم انتم تحفظوهن، خصوصا اذا كان العطار مغربي فما راح تلاقوا معه اي مشكله وراح يعرفون بكل سهوله. بالنسبه للاعشاب اللي استعملتن فهن 4 ملاعق من الحديدة الحمراء، ملعقتين من الحبة السوداء، ملعقتين من اللزاز، ملعقتين من الحرمل، وملعقتين من عشبة العفصة، وملعقتين من بودرة الكاكاو. بالنسبة للكاكاو فهو الكاكاو اللي بنستعمله بالحلويات أو بالحلا، بس لازم يكون الكاكاو المر. وبعدين راح اخلط كل المكونات مع بعض لحتى يتجانسوا، وراح اضيف عليهم ملعقتين كبار من زيت الزيتون. واخر شيء راح اخلط المكونات وراح اجمع الخليط بمحلول او بمغلى الشاي الاخضر. بناخذ كميه معقوله او كميه تقريبا 4 ملاعق من الشاي الاخضر، وبنغليه مع المي لمدة 45 دقيقة، وبعدين بصفيه وبستعمل المحلول مع الخليط لحتى أجمع الخليط وأخلط كل الأعشاب مع بعض زي ما بتشوفوا معي بالفيديو. بالنسبة لهالوصفة هذه فهي وصفة كتير فعالة لصباغة الشعر وللتخلص نهائيا من الشيب والشيب المبكر. وأهم شيء إنه بتعطي الشعر لمعة كتير حلوة ولون أروع، لون رائع طبعا. وأهم شيء بالموضوع إنه بتقوي وبتكتف الشعر وبتطول الشعر مع الوقت طبعا ومع المداومة. أهم شيء بالعناية بالشعر لازم المداومة على الوصفات أو على الماسكات يلي أنا بشاركهم معاكم، يعني ضروري لازم تداوموا على كل الوصفات يلي أنا بشاركها معاكم وكل الماسكات يلي أنا بشاركها معاكم. وطبعا طريقة تطبيق الوصفة على الشعر راح اخليكم تشوفوها بالفيديو، راح تشوفوا طريقة اللي انا بستعملها لطبق الوصفة على شعري. بالنسبة لهالوصفة عندها كثير فوائد، مو بس تصبغ الشعر لكن كمان بتقوي بتطول بتكتف الشعر، واهم شيء بتعطيه لمعة كثير حلوة ولون رائع. واهم شيء بالموضوع انها بتخلصنا نهائيا من الشيب والشيب المبكر. فبتمنى انكم تجربوا الوصفة وتخلوا لي رأيكم بالتعاليق، وبهيك نكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معي، واشوفكم بفيديو جديد ان شاء الله. باي.